طيب كلام طالع دلوقتي وانا بكلمك على المواقع، بيقولوا ان الاهلي مهتم جدا بستانلي، وربما يلجأ في هذا الامر الى بيع علي معلول او كوليبالي. ستانلي لعيب محترم طبعا بشكل كويس، هو معار مش لعيب نادي الزمالك، وان كنت بقول حتى لو من وادي دجله. لا اعاره. ايوه هو معار وهيرجع وادي دجله. ايوه انا بقول لحضرتك هو عارف، يعني هو الاساس عارف الزمالك وهيرجع وادي دجله طبعا يعني. وانا يعني انا مش شايف فيها عيب، حتى لو في لعيب كويس في نادي الزمالك تحديدا نفسه، او في حد في الاسماعيلي او في حاجه وانا عايز اخده، او عايز يعني في تفاوض بشكل رسمي او شكل مباشر يعني. بس يمكن انت عندك هنا صعبه، وفي العالم كله يعني صعب قوي تلاقي ريال مدريد مثلا بيشتري لعيب من برشلونه، او برشلونه بتشتري لعيب من ريال مدريد، لعيبه معينه. لكن لعيب يعني ما ينفعش حسام غالي مثلا يلعب في الزمالك مثلا. لا الشراء المباشر هتلاقي في العالم كله صعب شويه ما بين الناديين اللي بينافسوا. لازم يبقى فيه محلل يعني. لا لازم يبقى فيه عقد خلصان مثلا يعني. ولو في عقد خلصان ولا حاجه وانا ليا رغبه في لاعب تاني، انا مش شايف انها فيها عيب. لا في لعيبه في نادي الزمالك يعني انا بحترمها جدا وبقدرها جدا، ولو عقدها خلص فيها وهي عندها الرغبه انها تيجي، لا طبعا هقاتل عليها يعني. لو في لعيبه عقدها معينه خلصت في نادي الزمالك مثلا وهي عندها الرغبه انها تيجي النادي الاهلي تمام، لا طبعا هتتفاوض معاها يعني. ما فيهاش عيب دي، وما فيهاش كلام، ما فيهاش عيب على الاطلاق، ما فيهاش كلام ان فيها قله احترام او قله تقدير او ما راعتش وما اعرفش، لا ما فيهاش خالص. زي ما في لعيبه عندك في النادي الاهلي مثلا عقده بيخلص ولا حاجه، ولو عنده رغبه ان هو يروح نادي الزمالك ولا حاجه، خلاص دي بتاعته. فاهمني حضرتك؟ فبالتالي ستانلي لعيب كويس بالتاكيد. لكن برضو لازم يبقى عندك حسابات معينه راجع مع الجهاز الفني بتاعك كابتن حسام البدري. انت عندك كمان بطوله افريقيا، فبطوله افريقيا ديت لازم تبص لها في الحسابات برضو. انت لو هتجيب لعيب افريقي هيلعب معاك ولا لا، لازم تحطها في الحسابات من ضمن الحاجات اللي هي يعني. وانت بتختار لعيب انت خلاص القايمه، خلاص انت خلصت القيد الافريقي. لا ما هو لعب مع الزمالك كمان، ولعب مع الزمالك خلاص ما ينفعش. هل يعني الجهاز الفني والمدير الفني له رغبه ان يبقى في حد موجود كده؟ دي حسابات تانية يعني. لكن وانت بتختار لعيب افريقي او لعيب ايا كان يعني، لازم هتحط في دماغك برضو القائمه الافريقيه. انت عندك مباريات مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا. انا بقول لك انت عندك 4 اماكن. انت عندك 4 اماكن حاليا، 4 اماكن في القائمه الافريقيه. مظبوط. والاربعه دول غالبا هيبقوا من خارج القائمه بتاعتك. انت القائمه بتاعتك كلها مسجلها؟ لا مش كلها. مش كلها. ربما الاربعه دول يبقوا من جوه قائمتك، او ربما يكونوا من خارج النادي. ممكن تستعين بعنصر ولا اتنين، لان اللائحه اختلفت دلوقتي. القيد هيفتح من قبل المجموعات باسبوعين. يعني يمكن في اول ممكن في 20/4 ولا حاجه ممكن يفتح. ممكن يفتح. لا هيفتح، مش ممكن يفتح، هيفتح في 20/4. وبالتالي انت بتقول انه بعض من الاماكن اللي عندك هتستعين بيها من خارج النادي، وممكن استعين بيها من داخل النادي، لان القيد هيفتح، القيد الافريقي هيفتح من قبل المجموعات باسبوعين يا كابتن مدحت لحد 5/8. وده جديد لغايه 5/8. لغايه 5/8. فانت عندك بقى القدره ان انت تستحمل لحد ما السنه الجديده تبدا، وتبدا تجيب بقى عناصر جديده من بره، من الاسماء اللي احنا قلناها مثلا، من الاسماء دي او غيرها. في حساباتك الفنيه هل انت ممكن تستغنى ان انت تجيب لعيب يبقى مرتبط معاك محليا وما تقيدوش افريقيا عشان هو لعب في حته ثانيه يعني؟ لكن لما تيجي تقول لي على اللعيب، اقول لك لعيب كويس طبعا. طيب يعني